السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم طريقه بيتزا تحفه جدا، سهله خالص واقتصاديه، مش هتكلفك حاجه، من غير لا عجن ولا تخمير ولا حتى فرن. حاجه كده تجهزيها في دقيقتين للفطار وللعشاء، مقرمشه من بره والجبنه فيها سايحه ولك روعه. الاسعار دلوقتي بقت غاليه وكل حاجه في السوق غاليه، فعلشان كده حتى مش هنستخدم الدقيق. يلا بينا نسمي الله ونشوف جهزناها ازاي ونشوف المكونات وطريقه التحضير. في طاسة على النار هنحط معلقة سمنة أو زبدة صغيرة كده خالص، ندهن بيها الطاسة أو الصينية، تكون حاجة ما بتلزقش. وهنحتاج عيش بلدي عادي جدا، أي عيش يكون متوفر عندك في البيت. هنحتاج رغيف واحد بس، لو كان كده يعني ايه بتقدري تفصلي طبقتين عن بعض. فهناخد الرغيف، هنفصل الطبقة الأولى، هنحطها في الصينية أو في الطاسة، وهنكسر بيضتين في طبق، شوية ملح وفلفل، وهنقلب البيض كويس جدا، وهنحطه بقى على الرغيف. طبعا مع السخونية هو هيستوي. اي مكونات بقى موجودة عندك في التلاجة، زيتون، فلفل، طماطم، لو عندك بواقي كده بسطرمة او تونة او صباعين سجق كده متشوحين او قطعة فراخ مسلوقة حتى فاضلة من الغدا، هتقطعي كل ده وتحطيه على البيض. وهتوزعي بقى بواقي جبنات. انا كان عندي قطعة جبنة كده من زمان محطوطة في الفريزر، اللي هي بتاعت الهمبرجر، وشوية جبنة موتزاريلا كده، غطيت بالطبقة التانية من العيش. وهنقلب الرغيف كده دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش التاني، هنفضل نقلبها بقى كده شمال ويمين. مع طبعا ان لازم تكون السمنه فيها، الطاسه فيها شويه سمنه، يعني مسحه كده من السمنه علشان بس ما يتحرقش. هنقلبه شمال ويمين فوق وتحت. هياخد تقريبا 3 4 دقايق على كل وش، بس مع المتابعه خلاص كده استوى. يعني هو ما خدش كله في سواه 5 دقايق على بعض، استوى وبقى طبعا تمام تحفه. قرمش من بره خالص وكل المكونات ساحت مع الجبنه واستوت من جوه. دلوقتي هنفتحه ونشوف شكله ايه. ريحته خطير وطبعا مشبع جدا مغذي. شايفين شكله عامل ازاي؟ مقرمش كده بسيط، وطبعا ريحة العيش مع السمنة اللي شوحناها فيها او الزبدة تحفة. الجبنة وكل المكونات استوت والجبنة سايحة خالص. طعمه جميل وريحته بيتزا، يعني بيتزا عملناها في اقل من 5 دقايق وطعمها روعة. طبعا تقدري تعملي بقى كل ده برغيف واحد بس من العيش. طبعا لو انت عايز تعملي رغيفين 3، يعني بيتزايتين او 3، تعملي الكمية اللي انت عايزاها، مش هياخد منك وقت خالص. وحاجة كده يعني بسيطة للفطار او للعشاء او يعني ممكن تنفع كمان غدا، ليه لأ؟ تنفع جدا غدا. وبس كده خلصت وصفتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم، متنسوش ان عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا جدا، سلام عليكم.